بما اني احسن حد يعمل كيكة شوكولاتة، تعالوا اقول لكم على طريقتي فيها. ده غير انها هشة ومرتفعة وبتدوب في البق وطعمها يجنن، والكيكة من كتر ما هي سهلة هتقومي تعمليها بعد الفيديو دلوقتي حالا. هنحط بيضتين، عليهم كوباية الا ربع من السكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا. هنقلب البيض والسكر كويس جدا، هنحط عليهم علبة زبادي صغيرة، عارفينها الزبدية الصغيرة قوي دي، وهنقلب كويس جدا بالمضرب. قلتها لكم النهارده بالمضرب اليدوي عشان تبقى سهله على اي حد يقدر يعملها في البيت. هنحط نص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من الحليب واحنا مستمرين في التقليب. بعد كده هنضيف كوبايه ونص من الدقيق بس بالتدريج. اول حاجه حطينا كوبايه من الدقيق، ولما نتاكد ان الدقيق اختفى تماما هنحط نص كوبايه من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من البيكنج صودا، ورشه بسيطه من الملح. كده حطينا كوبايه ونص من الدقيق كاملين. شايفين القوام تقل ازاي؟ هقول لكم ازاي القوام ده هنعمل فيه تركايه هتخليه تحفه. بعد كده نحط 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، وانا بستخدم الكاكاو الخام الاسباني لانه بيبقى حلو جدا. هنقلب الكاكاو بالشكل ده مع العجينه بتاعه الكيك، هنلاقيها فاتحه شويه، هنحط مثلا معلقتين كمان، وده يرجع لنوع الكاكاو اللي بتستخدموه. وتعالي بقى اعملي الخطوه دي هتخلي طعم الكيكه خطير. معلقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان، هنحط عليها ربع كوبايه ميه سخنه مغليه، وبعد كده هنضيفها على عجينه الكيك، وهنقلب بقى كل ده مع بعضه كويس. هتلاقيكي وصلتي في ثانية واحدة لعجينة كيك مثالية جدا، لسه ما دخلتش الفرن وريحتها خطيرة. في الوقت ده هنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180. هنجيب اي صينية عندنا، صينية مدورة، صينية مستطيلة، اللي موجود عندك. انا استخدمت قالب الانجليش كيك، بتطلع حلو قوي فيه. حطيت فيها ورقة زبدة ودخلتها الفرن. ما خدتش حوالي نص ساعة ل 45 دقيقة وطلعت بالجمال ده كله. شايفين قد ايه مرتفعة؟ تحفة جدا وريحتها ملت البيت. وعلشان ازود الحلو حلاوة حبيت احط عليها صوص شوكولاتة، شوكولاتة قابلة للدهن. حطيتها بطعم البندق، حطيتها من على الوش بالشكل ده، وبعد كده وزعتها بسباتيولا صغيرة كده علشان تبقى متساوية، عشان احط عليها شوكولاتة بيضة سايحة او شوكولاتة كندر سايحة اللي موجودة عندك. انا كان عندي زبدة اللوتس دي، سيحتها دقيقة واحدة بس في الميكرويف، وبعد كده ابتديت احطها بالشكل ده، بتدي طعم كده تحفة. وتعالوا شوفوا الكيكة بقت عاملة ازاي من جوه، حاجة كده خطيرة، ريحتها تجنن، طعمها يجنن. هي في الحقيقة قطعة جاتو مش قطعة كيك خالص. النسكافيه اللي حطيناه فيها مخلي طعمها رهيب، مش محتاجة غير كوباية قهوة او كوباية نسكافيه وبألف هنا. لازم تجربيها، ومستنية رأيك في الكومنتات. عشان احط عليها شوكولاته بيضه سايحه او شوكولاته كندر سايحه اللي موجوده عندك. انا كان عندي زبده اللوتس دي، سيحتها دقيقه واحده بس في الميكرويف، وبعد كده ابتديت احطها بالشكل ده، بتدي طعم كده تحفه. وتعالوا شوفوا الكيكه بقت عامله ازاي من جوه، حاجه كده خطيره، ريحتها تجنن، طعمها يجنن. هي في الحقيقه قطعه جاتو مش قطعه كيك خالص. النسكافيه اللي حطيناه فيها مخلي طعمها رهيب، مش محتاجة غير كوباية قهوة أو كوباية نسكافيه وبألف هنا. لازم تجربيها، ومستنية رأيك في الكومنتات.